ايه اللي هيحصل في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي؟ لسه احنا ما احناش عارفين مجلس الاداره هيقرر ايه، هيقرر الانسحاب او هيقرر انه يكمل. بس انا لو يعني انا عايز اقول وجهه نظري انا الشخصيه، جايز تبقى صح وجايز تبقى غلط، يعني عشان ما حدش يزعل مني. يعني انا شايف ان احنا نكمل لسبب واحد بس. سيبك أنا خلاص، انسى الدوري خلاص. انت لو لو مسكت اتشقلبت والفيفا رجعت لك الست نقط بتوعك، الاتحاد مش هيسيبك تاخد الدوري ده. الاتحاد والرابطه مش هيسيبوك تاخد الدوري ده. فخلاص انت دلوقتي في حل من الدوري، خلاص انت فضيت بقى. عايزينك فاضي معانا شويه. عايزين النادي الاهلي افضى معانا شويه. افضل اللي كان سبب الازمه واللي دلق بنزين وولع فيها. ما تسيبوش ياخد مكانك، ما تسيبوش ياخد المركز التاني ويحقق هدفه عشان يروح يلعب في افريقيا بعد ما كان بيعيط لهنا بوريده عشان يخلي لمصر 3 مقاعد في بطولة افريقيا عشان الزمالك يخش تالت. ما تسيبهالوش، ما تنولهالوش، ما يدخلهاش وما يعتبهاش. وكل ما تجيلك فرصة ان انت تاخد اهم لعيبته خد. اوعى تقول لي ان ادب كابتن محمود خطيب يمنعه عن، لا، ما عادش فيه الكلام ده عندنا، ولا عاد الجمهور هيسمح بكده. كل ما تلاقي في فرصة ان انت تدوس عليه وتحرق دمه، احرق. لانه لما جات له الفرصة انه يقف معاك وفي كتفك في الحق مش في الباطل، بما انه هو كان بيشتكي من التحكيم المصري، فجات له فرصة يقف وما رضيش وباعك وداس عليك عشان مش عشان خاطره هو كمان، ده عشان خاطر نادي تاني. فاوعى تكلمني عن الادب والاخلاق الرياضية، اوعى تكلمنيش عن الادب والخلق في الرياضة. لا، جات لك فرصة وزيزو كان متاح، بشرط انه يكون متاح، انا ما بقولكش تحل على القانون. وزيزو كان متاح خده، احمد فتوح متاح خده، محمد السيد متاح خده. اي لعيب يجي لك، يا رب تقعدوا على الدكه بره، اي لعيب يبقى متاح ليك تجيبه من الفرقه دي، تجيب مناخير ميدو الارض، هاتها. دوس على رقبته، دوس على رقبته زي ما جات له فرصه انه يعض في رقبتك وعض.